مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه هذه ما كاش كيفاش تشوفوها وما تجربوهاش، وعلى بالي لو كان تجربوها تولوا مدمنين عليها. تشيز كيك البيستاش بنكهه راقيه ومظهر فاخر. تبعوا معايا الوصفه باش تكتشفوا جميع الاسرار. وقبل ما نبداو نصلوا على رسول الله. وباش نحضر الوصفه نتاعي نبدا بماس الجيلاتين. عندي هنا 8 غرام جيلاتين، نحط فوقها 48 غرام من الماء، نخلطهم مليح ونحطهم في الثلاجة يتماسكوا. دوك نحضروا القاعدة تاع التشيز كيك. نحط في غيسيبيون 200 غرام بسكوي مرحي ونزيد عليه 50 غرام زبدة ذايبة. هنا كإضافة تقدروا تزيدوا 50 غرام من البيستاش يكون مرحي لتعزيز الذوق. نخلطهم مليح حتى تتشرب حبيبات البسكوي كامل هذيك الزبدة. عندي هنا قالب القطر نتاعو 16 سنتيمتر، نحط فيه لداخل في غدويد باش نقدر نحيه في الاخير بكل سهوله. نحط هذاك البسكوي اللي كنت ضفت له الزبده من قبل ونمشيه كامل على الاطراف كما راكم تلاحظوا هنايا بلا ماغيس، ومن بعد نضغط عليه مغرف ولا كاش حاجه مسطحه. انا كنت تعوجتها شويه هذا المغرف باش تسهل عليا الخدمه. نحطه في الثلاجه يتماسك ونروح نحضروا كريمه البيستاشيو. نجيب ريسيبيون نحط فيه 270 غرام جبن طري يكون نوعية جيدة، نزيد عليه 250 غرام جبن المسكربون، يعني نستعمل كامل هذه العلبة. نزيد عليهم 100 غرام سكر غلاس اللي كنت غربلته من قبل، نزيد عليها ملعقة كبيرة من كريمة البيستاشيو وملعقة كبيرة من البخاليني تاع البيستاش. نمزجوا مليح المكونات حتى يندمجوا مع بعضهم ويولوا بهذا القوام. نزيد عليهم هنا 270 غرام شوكولا بيضاء تكون نوعية جيدة باش يجينا التشيز كيك تاعنا بنين. هنا تلاحظوا باللي كي نكون نخلط في الشوكولا الخليط نتاعي بعد ما كان سائل يعاود يولي يجمد كما راكم تشوفوا هنايا، يعني يحدث له شوك تيرميك، وهذا بسبب الشوكولا. كي نحطوها في وسط بارد راح تخلي الخليط نتاعنا يتماسك. وهنا كيفاش ندير، نروح نحطها في بان ماغي ولا في الميكرو اون قسمة تذوب شوكولا وتولي كما كانت. زدت عليها لاماس جيلاتين بعد ما خرجتها من الفريجيدير ودرتها في بان ماغي حتى ذابت، وخلطت مليح حتى ولات بهذا القوام. عندي هنا 270 غرام كريمة سائلة 35% مادة دسمة، نطلعها بالباتور. ما نطلعهاش مليح حتى تولي متماسكة، غير شوية نطلعها ونحبس ونروح نحطها فوق الخليط السابق ونخلطها مليح حتى تدخل فيه كامل. نضيف هنا كمية من البيستاش، نتوما ما قدرتوا تضيفوا، يعني ما نقدرش انا نحدد الكمية، ضيفوا كمية معتبرة باش كي نقطعوه يبان هذاك التقطاع تاع البيستاش. نحط هذاك الخليط نتاعي في المول ونخبطه شوية من الفوق باش يجيني السطح ليس. ابخي نحطه في المجمد ليلة كاملة ولا على الاقل 6 ساعات. عندي هنا باش نحضر الكاناش اللي نحطه من الفوق 50 غرام كريمة سائلة كنت سخنتها من قبل، نزيد لها ملعقة صغيرة من كريمة البيستاشيو، نخلطها مليح ونزيدها فوق 100 غرام من الشوكولا البيضاء كنت ديجا ذوبتها من قبل، نخلطها مليح ونزيد لها 20 غرام الزبدة تكون طرية، ونزيد نخلط حتى تذوب كامل هذيك الزبدة في الشوكولا. تولي بهذا القوام نحطها بجيه ونروح نجيب القالب نتاعي من المجمد. نحط فوقه هذيك الغاناش ونوزعها كامل على الأطراف. ندخلو للثلاجة قسم يشد روحو ومن بعد نخرجوه ونديمو ليه. نحي في غدويد هذاك اللي كنت درتو من قبل وليسي الأطراف باش تخرج الخدمة نقية ومتحوفة. نقطع التشيز كيك نتاعي وكما على بالكم ملموس اشاك فوا نمسحو ونسخنو باش نقطع به. هنا زينتو بحبيبات بيستاش من الفوق وكل واحد وطريقة التزيين نتاعو، وهذا هو الشكل النهائي اللي نتحصلوا عليه في الأخير. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وتعليق صغير يفرحني، وإذا راكم حابين كاش وصفة نحضرها لكم في الفيديو المقبل إن شاء الله اكتبوا لي في التعليقات.